سمرة وهنا وثروت، الدنيا عامله ازاي بقى؟ من كتر محبتي للاسره دي طول الفيلم هتحسوا ان هو بيتكلم انت هتحس ان هم اسره حقيقيه. انا نفسي اعمل فيلم معاهم تاني والله فعلا. النهارده في العرض الخاص توقع رد فعل الجمهور على الستارت ايه؟ انت متنبئ في ايه؟ يعني متنبئ خير باذن الله. فترة احنا حاولنا بس نعبر عن حقبه زمنيه حقيقيه موجوده. لما تتفرج على الفيلم هتقول فعلا احنا بقينا عاملين ونحاول على قد ما نقدر في ضوء احمر كده بتحصل نعدي بيها كلنا. ريستارت بس نقف وقفه مع نفسنا ونفكر فيها شويه. في ناس بتحس الوقت عدى لو ما عداش. انا محمود انت في اي وقت تقدر تقول لا انا هعمل كذا. بشكل طبعا سيبك من الجد اللي انا بقوله ده، احنا بنضحك الناس بس حاجه معاك والله جري ورا الترندات وان دايما في ترند وفي سوشيال. الفكره بتاعت الفيلم بتتكلم عن كده بس بطريقه كوميديه، ليه الفكره دي شدت تامر انه يعملها؟ مرض العصر ادمان السوشيال ميديا والانترنت بشكل عام مرض العصر. يعني مش هقول لك انت هات الطفل كده واسحبي منه التليفون او الايباد او شوفيه هيتحول لمدمن. فتخيل بقى الكبار شغلهم وحياتهم وحاجات طبعا في ناس بتستخدم الموضوع صح، في ناس الموضوع بقى عندها ادمان بشكل مش عايزه. فهي الفكره ان اي حاجه كل عصر ليه مشاكل. الفكره بس ان العصر ده زادت قوي الفكره دي، زاد قوي التوقيع بين الناس. حد ذنبه حاجه فمحتاج ده يعني محتاجين وقفه مع نفسنا ان احنا بنتكلم علينا كلنا بشكل عام. كل الناس بنسبه معينه لازم يحصل وقت مع اولادنا مع اصحابنا مع نفسنا. هي يعني هو ده معناه. اللي جاي لتامر حسني جاي ألبومي إن شاء الله، يعني ألبومي ده ميعاد نزلت منه أغنيتين، أغنية القص مع النجم الشعبي الكبير سيدنا بحراوي، وأغنية ملك الجمال مع حبيبي الصغير الشامي نجم المستقبل. إن شاء الله يعجبكم الألبوم. ألف ألف مبروك يا تامر والتوفيق إن شاء الله. الله يبارك. سمرة وهنا وثروت، الدنيا عاملة إزاي بقى؟ بصي من كتر محبتي للأسرة دي طول الفيلم هتحسوا إن هو بيتكلم انت هتحس ان هم اسره حقيقيه. انا نفسي اعمل فيلم معاهم تاني والله فعلا. النهارده في العرض الخاص توقع رد فعل الجمهور على الستارت ايه؟ انت متنبئ في ايه؟ يعني متنبئ خير باذن الله. فترة احنا حاولنا بس نعبر عن حقبه زمنيه حقيقيه موجوده. لما تتفرج على الفيلم هتقول فعلا احنا بقينا عاملين ونحاول على قد ما نقدر في ضوء احمر كده بتحصل نعدي بيها كلنا. ريستارت بس نقف وقفه مع نفسنا ونفكر فيها شويه. في ناس بتحس الوقت عدى لو ما عداش. انا محمود انت في اي وقت تقدر تقول لا انا هعمل كذا. بشكل طبعا سيبك من الجد اللي انا بقوله ده، احنا بنضحك الناس بس حاجه معاك والله جري ورا الترندات وان دايما في ترند وفي سوشيال. الفكره بتاعت الفيلم بتتكلم عن كده بس بطريقه كوميديه، ليه الفكره دي شدت تامر انه يعملها؟ مرض العصر ادمان السوشيال ميديا والانترنت بشكل عام مرض العصر. يعني مش هقول لك انت هات الطفل كده واسحبي منه التليفون او الايباد او شوفيه هيتحول لمدمن. فتخيل بقى الكبار شغلهم وحياتهم وحاجات طبعا في ناس بتستخدم الموضوع صح، في ناس الموضوع بقى عندها ادمان بشكل مش عايزه. فهي الفكره ان اي حاجه كل عصر ليه مشاكل. الفكره بس ان العصر ده زادت قوي الفكره دي، زاد قوي التوقيع بين الناس. حد ذنبه حاجه فمحتاج ده يعني محتاجين وقفه مع نفسنا ان احنا بنتكلم علينا كلنا بشكل عام. كل الناس بنسبه معينه لازم يحصل وقت مع اولادنا مع اصحابنا مع نفسنا. هي يعني هو ده معناه. اللي جاي لتامر حسني جاي ألبومي إن شاء الله، يعني ألبومي ده ميعاد نزلت منه أغنيتين، أغنية القص مع النجم الشعبي الكبير سيدنا بحراوي، وأغنية ملك الجمال مع حبيبي الصغير الشامي نجم المستقبل. إن شاء الله يعجبكم الألبوم. ألف ألف مبروك.
مبروك يا تامر، بالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك.